توجت ملكة جمال المغرب نسرين نويبر ملكة جمال العرب للعام 2016 في حفل بمنتجع شرم الشيخ المصري. وشاركت في الحفل داليا 18 متنافسة من 13 دولة عربية. وتقدمت مئات الفتيات للمسابقة في عامها التاسع وخضعن لاختبارات عديدة من بينها ابتكار حملة سياحية لتعزيز السياحة في المنطقة ومسابقة للطبخ والتدريب على القيام بدور عارضة أزياء. وشاركت في المسابقة فتيات من دول تعاني من صراعات مثل سوريا واليمن وفلسطين. وركزت المشاركات في المسابقة جهودهن أيضا على الترويج للمرأة العربية وللدور المهم الذي تلعبه في نشر السلام. أنا رسالتي وهدفي من مشاركة مسابقة ملكة جمال العرب هي أن أكون سفيرة نوايا سلام، سفيرة سياحة وسلام بعالمنا العربي، لنبرهن للعالم أجمع أن الأمة العربية أمة إبداع، ثقافة، جمال وحياة وليس إرهاب. احنا عايزين نبعت رسالة ان الدول ان احنا ما عندناش ما فيش حاجة بتوقفنا، الشعب العربي مفيش حاجة بتوقفنا حتى لو كان في مشاكل في بعض الدول، ولكن في طموح في اننا نكون متواجدين في جميع المحافل، يعني حتى الدول دي بتبقى موجودة في المحافل الدولية. أنا بدي أقول أنا جيت لهون من بلد في حب وفي حرب لحتى أثبت إنه بغض النظر عن ظروف الإنسان الصعبة والظروف المؤلمة اللي عم يمر فيها بلده، الأمل ما بينتهي ويضل عندنا طموح وبضل عندنا تفاؤل لنحقق أهدافنا بإذن الله. منشان هيك لازم يصير في وعي سياسي للشباب العربي، لازم يصير في ندوات وجمعيات تعطي دروس ثقافية تعلم الشباب كيف يحبوا بعض، جمعهم من كل بلد مثل ما مدام حنان نصر جمعتنا من كل بلد، جابت بنت وعيشتنا سوا، يعني لدرجة انه ممنوع كل بنت تكون من نفس الجنسية مع بعض، لازم نختلط ببعض، وعن جد حبينا كتير بعض. يعني شفنا انه بس السياسة اللي بنشوفها على الاعلام هي اللي خربت علاقتنا بيننا وبين العالم، اما نحن عن جد لا بنحب بعض.